المغربي ضربوا تران وتقطعوا له رجليه في اسبانيا، والبوليس الاسباني ضمسوا القصه وهبطوه للمغرب. حتى في حاله ما تبغيش العدوك تاش تما مغالي. واحد المغربي سميتو عبد العالي جا حارق لاسبانيا، كلشي غادي مزيان حتى لواحد النهار كان مسافر في التران. المهم السيد كيساين في التران ديالو داير لي زيكوتور وساهي وما ردش البال انه غادي وكيقرب من الحافه، هو ما كاينش هنا وشويه غسلق له رجلو ومع غادي يطيح في السكه. التران غادي يدوز منير وداز عليه بواحد السرعه غير ربي اللي جابو. كلشي يسحبوا عبد العالي مات، تجي لومبيلونس غادي تهزو لوجونس ويدخل في كوما مده طويله بزاف. المهم عبد العالي قطعوا ليه رجلو تقبوا ليه ظهرو، معجزه الهيه فقط. حتى الاطباء والبوليس ما فهموا حتى لعبه. شويه من بعد عبد العالي بقى مجبد في السبيطار، جاو عنده الجمعيات هما ياخذوا المحامي ديال الدوله باش يتابعوا شركه ديال القطارات الاسبانيه الرينفي. كان غادي معاهم مزيان. في نفس اللحظه جاو جمعيات اخرين طمعوه بانهم غادي يعاونوه، هو ناعس في السبيطار بدا تيسنيو شي وراق ما قراهمش مزيان. في نفس اللحظه البوليس ديال اسبانيا والشركه ديال الرينفي اتفقوا هاد القضيه كانت غتمشي بعيد وهما يتنكراو. المهم فاش تنكراو البوليس يمشيو عند عبد العالي لوبيتال غادي يخرجوه منه بهذيك الحاله ديالو في الكروسه ويديوه لواحد البلاصه سميتها الاسترين خيريه، وايام من بعد يديوه للحبس الحراقه. هو ما فاهم والو، تيقول لهم اش كديروا لي، ما تيبغيوش يجاوبوه. واستغلوا ضعف الحاله الصحيه ديالو ورجعوه للبلاد وخلاوه تما لحن الله يرحم. ودابا في المغرب عايش واحد الحياه صعيبه بزاف حيت ما لاقيش العلاج ديالو في المغرب، وتا الا بغى يتعالج خاصو الفلوس بزاف، وهو يتيم الام والحاله الماديه صعبه. وحاليا جمعيات ومحامين مغاربه في اسبانيا تيحاولوا يرجعوا له حقه ولكن بدون جدوى. ودابا بغاكم نتوما تلقاو له شي حل مناسب. تاش تما المغاربه.